ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ياسمين باتيس. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم غير بجوج بيضات أسهل وأرخص حلوة لاكريم اللي تفرحوا بها وليداتكم. تابعوا لا فيديو حتى الأخير باش تعرفوا على مكوناتها. بالنسبة للمكونات كنحتاجو جوج بيضات اللي كيكونوا بحرارة المطبخ، كأس إلا ربع ديال السكر سنيدة، ساشية ديال الفانيلا، عندي كأس إلا ربع ديال الزيت، كاس عامر ديال الحليب، جوج كؤوس وربع ديال الدقيق اللي يكون خاص بالحلويات، وجوج خمارات من فئة 16 غرام. على بركة الله ندوزو طريقة التحضير. غادي ناخدو الإناء اللي غنخلطو فيه المكونات، وضعت فيه البيض على هاد الشكل. غادي نوضع واحد القبيصه ديال الملح لتصحيح الذوق. معروف غادي نديرو ضروري ديروا الملح، يعني باش كتعادلوا المستوى ديال السكر كيجي معتدل. ضفت هنا سكر سنيده وساشيه ديال الفانيلا صافي، وغادي نخلط هكا على ما يندمج ليا الخليط مزيان. وملي نبدا نخلط بالطراب الكهربائي ما يطرش ليا السكر خارج الاناء. المهم هنا حصلت على الخليط اللي مائل للبياض، وضعت فوق الزيت مع التحريك المستمر، يعني ما نوقفش نهائيا التحريك. من بعد غادي نوضع الحليب. هاد المكونات كاملين بحرارة المطبخ، ما يكونوش باردين باش ما كتبوقش لكم الكيكه ملي كتدخلوها الفران، يعني ما كديرش واحد البواقه ولا كتفرقع عليكم من الفوق ويجي المنظر ديالها خايب. المهم هنا وضعت الحليب، غادي تخلطوا المكونات مزيان حتى يندمجوا لكم مع بعضهم. من بعد غادي نحيد الطراب الكهربائي وغادي نخدم غير بالطراب اليدوي. وضعت هنا الخميره ديال الحلويات، جوج ساشيات كل وحده من فئه 8 غرام، المجموع 16 غرام. وضعت الدقيق. غادي نخلط المكونات بالفوي على هذا الشكل. خلطوا غير بشويه باش ما يطيحش لكم هذاك الخليط ديال البيض والمكونات كاملين وتجي الكيكه مقاده لكم صافي. هنا غادي ناخد الاناء اللي ديجا اولا المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق وحطيته في الثلاجه واحد المده ديال نصف ساعه، باش ملي نجي نديمو لي الكيك ديالي ما يتلصقش ليا في المول ديالي. صافي غادي ندخلها الفران اللي مشعول غير من التحت على نار مهيله حتى طيب ليا الكيك. بالنسبه للكريمه غادي نحتاج ساشيه ديال الكريم شونتي اولا البودر ديال الشونتي عفوا، واحد رابعه ديال الحليب، والنكهه ديال الفانيلا تقريبا راس معلقه صغيره اولا معلقه صغيره ديال الفانيلا. انا استخدمت هاد الجيلي. غادي نبدا نخلط المكونات اولا الكريمه ديالي حتى تطلع ليا مزيان، وكتحصلوا على واحد الكريمه اللي هي عاقده. عطيوها الخاطر في التطراب باش طلع لكم مزيان. من بعد ما بردات عندي الكيك مزيان كنقطعها على نصف على هذا الشكل وتكون بارده. عندي هنا السيرو اللي استخدمت كاس صغير ديال الماء مع نصف عصير ديال الحامض وثلاثه المعالق كبار ديال السكر سنيده، خليتهم حتى كيغلاو وغادي نسقي بهم هاد الكيك ديالي باش يجي فتي من الداخل، يعني ما يجيش ناشف. وغادي نسقي حتى الطبقه الفوقانيه على هذا الشكل، يعني باش ملي تجيو تقطعوا الكيك ديالكم كتحسوا به انه فازق، يعني ما ناشفش في الفم ديالكم. ولو تكون الكريمه وديروا ما ديروا السيرو غادي تحسوا بان الكيك ديالكم ناشف. من الاحسن تسقيوه بالسيرو او الحليب. هنا وضعت واحد الكميه ديال الكريم شونتي كما كتشوفوا، اللي نكهته بالنكهه ديال الفانيلا، اللي يمكن لكم تستعملوا اي نكهه عندكم، يا اما ديروا الشوكولا، ديروا النوغا، ديروا بغيتو ديروها خضراء يعني ديروا بيستاج، لكم الاختيار. يعني هاد الحلوه ديال لاكريم ساهله مهله، ما كتاخدش من عندكم واحد المجهود اللي هو كبير، وفي نفس الوقت واحد المصروف اللي هو كتير. هنا كان شاط لي واحد شويه ديال البندق اللي مهرمش، استعملته في واحد الوصفه وبقى ليا حتى هو دخلته في
الكيك ديالي اولا الحلوى ديالي. كيف ما يمكن لكم ديروا اي حاجه عندكم، ماشي بالضروره البندق. عندكم اللوز، عندكم كاوكاو، عندكم آه اي حاجه قرقاع، لكم الاختيار نتوما، اولا خليوها سامبل. المهم هنا وضعت الطبقه الاخيره، غادي نسقيها واحد شويه اكيد، وخليوها واحد المده ديال 5 دقائق حتى ل10 دقائق حتى يتشرب هذاك السيرو مزيان. من بعد غادي توضعوا فوقها الكريمه وديروا الطبقه الاخيره، يعني طبقه كتكون واحد طبقه رقيقه، غير باش كتغطيو هذيك الحلوى ديالكم. صافي. من بعد كتقادوا الجوانب بالكريمه، كتقادوا الجوانب بالكريمه كي قلت لكم لهذا الشكل. تقادوها مزيان، ديروا سباتولا، وغير الكريمه اللي غادي نديرها بالجوانب غير باش تلصق ليا لوز كونكاسي اولا اللوز ايفيلي اولا كاوكاو ايفيلي ولا كونكاسي. نتوما والاختيار ديالكم واللي متوفر عندكم في البيت. ما عندكمش هادشي خذوا غير 5 دراهم فيرميسيل، شوكولا فيرميسيل، سواء البيضة اولا السوداء، وزينوا بها الجوانب. مهم ابسط حاجة تقدروا تفرحوا بها وليداتكم. يعني صراحة الوليدات كلهم كيعجبهم هادشي ديال لا كريم، وحاجه بسيطه تقدموها ليهم، يعني ماشي صعيبه بزاف باش انكم ديروها. المهم خديت واحد الكميه ديال الكريمه وضعتها في البوش، وغادي نزين بها على هذا الشكل. تزيين اختياري. انا هنا غادي نقاد دائره بهاد غنبوشي دائره على هذا الشكل، وغادي نوضع اللوز كونكاسي اللي محمر عندي، غادي نوضعه في الجوانب، نقاد به الجوانب ديالي. من بعد غادي نزين الوسط، نزينها بالفواكه. عندي الليمون والكيوي والتوت الاحمر. نتوما الاختيار ديالكم، زينوا وبدعوا كيف ما بغيتوا. يعني كل ما زينتوها كل ما كتعطي المنظر اكثر. وانا فضلت الفواكه، يعني اغلبيه ديال الوليدات كيعجبهم الفواكه. اللي ما كيعجبوش الفواكه يدير الشوكولا، كانا الشوكولا في الوسط. آه يعني بدعوا كيف ما بغيتو. انا هذا هو التزيين اللي اختاريت، يعني داكشي اللي متوفر عندي في الدار واللي عندي في الفريغو ولا في الثلاجه جبدته وخدمت به. يعني شريت غير الكريم شونتي فقط، اما ما تبقى كلشي عندي في الدار. صافي غادي نزين على هذا الشكل، وغادي نستمر على هذا الشكل في التزيين حتى نكمل ونخليها تبرد، ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. ما تمشيو فين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالي، حلوى لاكريم بالفواكه. كتجي رائعة وهائلة، لذيذة في المذاق ولو انها بسيطة يعني في التحضير ديالها. صدقوني غادي تعجب وليداتكم وتعجبكم حتى نتوما. كيف ديما ما تنسونيش بلايكاتكم وتعليقكم الى عجبتكم وصفة اليوم. لأول مرة كيزور قناتي وعجباتو مينساش يدعمني باشتراكه وتفعيلوا لي الجرس باش يوصلوا جديد ديالي. شكرا لكم والى فيديو جديد ان شاء الله.